السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه انا بطول معلش كده في الغيبة شوية. والله ببقى تعبان، يعني ببقى مش قادرة اصور ولا وبعمل اكل يعني. بس ببقى مش قادرة اصور بقى، انتوا عارفين التصوير مش سهل يعني، او اللي ما بيعرفش والله التصوير يعني صعب اوي اوي. بس الحمد لله. انا قلت اشارككم معايا النهاردة الغدا بتاعي. انا معايا كيلو لحمة. اللحمه دي عجالي. انا بحب اشطفها، يعني اديها شطفه كده حتى لو كانت صبحه. يعني شطفه بسيطه كده، ما بنقعش في ميه ولا الكلام ده. وقلت نعمل كباب حله مع بعض. آه انا بقطع بقطع حته اللحمه مكعبات صغننه كده، عشان ما يعني العيل وهو بياكل ما يقعدش يشد كده ولا يبهدل نفسه، الحقيقه تبقى الحته على اللقمه بالظبط. فكنت بعملها يعني الحته بقطعه الجزار. فلما لقيتهم بيبهدلوا نفسهم كده قلت لا خلاص، يبقى اقطعها ايه، يا دوبك الحته على قد اللقمه كده. وبعدين بتستوي بسرعه بصراحه يعني. كمان دي يعني دي ميزه حلوه فيها برضو، انما اما بصغر الحته كده بتستوي معايا بسرعه. فانا قلت بقى ايه، يعني اقطعها كده مكعبات صغيره كده وبس. هبدأ بقى اللي انا ايه هاخدها دي حته سمينه، اللي هي سمينة إيه بتاعت اللحمه. اخدها على الوك كده، حطيت فيه معلقه سمنه بلدي كده. وابدا ايه ان انا اشوح اللحمه يا دوبك، يعني ايه تاخد معايا لون بسيط كده، تشويحه كده والنار عاليه والوك سخن، بحيث ان هي ما تنزلش ميتها ولا حاجه. انا عايزه تاخد اللحمه بس تاخد معايا ايه، آه لون كده، واقفل مسام اللحمه كده. يعتبر بقى دوت اكل سهل يعني، مش يعني يعني نوعا ما انا موقفتش في المطبخ كتير. بيبقى ايه اكل سهل وفي نفس الوقت ايه ما يحررش مرضتش. زي الطبيخ مثلا، اي حاجه بصلصه اي لا. قلت دي خفيفه بقى، الدنيا حر قوي. فقلت ايه الاكل ده بسيط وسهل كده. والله الجو مش مخلينا نروح يعني نتحرك. عايزين ناكل اكل، حاجه تكون سهله. وطبعا انا ما بحبش اكل الشارع بصراحه. هو مش حلو، مش عشان ما بنحبوش، هو مش حلو اصلا. انا حطيت معلقه فلفل اسود، وما حطيت اللهم صل على النبي قرفة وجنزبيل. بس عندي جوز الطيب حطي. حطيت 3 فصوص حبهان. عندي جوز الطيب حطي اللي انت عايزاه. مش عايزه تحطي توابل خالص، هو ملح وفلفل اسود بس، برضه هتطلع منك جميله. بصي انا بس عايزاها ايه تاخد لون كده، تحاول ان انا ايه اديها لون كده، وبعد كده ايه انزل عليها البصل. البصل بقى الكميه اللي انت تحبيها. يعني انا قطعتي على الكيلو لحمه دوت، قطعتي نص كيلو بصل. احنا بنحب البصل بيبقى جوسي كده مع السمنة اللي احنا بنحطها في اللحمة وكده. بتبقى جميلة، تحطيها على رز كده بقى، رز بشعرية، رز واحدة بواحدة، رز معمر اللي انت عايزاه. انا عملت رز معمر بصراحة. فالاتنين كانوا مع بعض، يعني طعمهم جميل اوي. ما تعمليش رز خالص، تاكليها كده بطاطس محمرة، مكرونة محمرة. كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي تمشي مع اللحمه اللي هي ام بصل. انا البصل انا قطعته وعادي ضربته في الكبه. ما قطعتوش اللي هو الجوليان يعني كده، لا. بنحبه كده اكتر. معنى اصح بيدوب كده في اللحمه، ما بيبانش ان انتي حاطه بصل ولا حاجه. بتبقى ايه في صوص كده بس. تحس ان هو صوص كده بس، مش ما تحدديش هو بصل هو ايه. فاحنا بنحب عشان كده بقطعه ايه في الكبه، ما بقطعوش جوليان كده. انا بس لحد ما البصلات تدبل كده، اروح مغطيه عليها وسايباها مع نفسها تنزل بقى الميه بتاع اللحمه، تنزل ميتها مع البصل كده. وارجع ايه بصي كده نزلت الميه، ترجع بقى تشربها، وارجع ايه احط تاني.
دول لما 3 طماطمات انا قطعتهم، عشان يعني لو ما عندكيش طماطم بتحطي معلقه صلصه، بس انا مش عايزه تبقى فيها تسبيك، انا بس يا دوبك عايزه بس ايه، طعم الطماطم كده وحاجه بسيطه كده، وتديها لون محمر شويه كده، هتشوفوها في الاخر عامله ازاي. بس مش صلصه بقى ومثلا وطماطم لا لا، هي حاجه بسيطه كده. هي كل دوت دي ميه اللحمه، ميه اللحمه اللي هي ايه نزلتها مع الطماطم مع كده هتشربها، وارجع ايه اقعد احط شقشاق ميه في شقشاق ميه لحد ما تستوي. هنا هنعمل مع بعض الرز المعمر. انا غسلتي حوالي نص كيلو رز. حطيت عليه الملح بقى زي ما تحبي، انا حسيت ان هو كبير كتير شويه، رحت شايله شويه، وفعلا الحمد لله طلع مظبوط. دي قشطه فلاحي دسمه جدا جدا. حطيت معلقتين منها كبار كده. آه يعني يعني بصي تغنيكي ان انت تحطي اصلا سمنه بلدي، وان انت تحطي سمنه اصلا. يعني هي خلطه كده، يعني قشطه مش قادره اقول لك عامله ازاي. ده كيلو الا ربع لبن، وهحط حبه ميه. مش عارفه بقى انا كنت حطاهم هنا ولا بعد ما قفلت الكاميرا، بس المهم يعني انا حطيت بتاع كوبايه ميه سخنه. ده مش لبن لوحده يعني. وكيلو الا ربع لبن. القشطه دي هتسيح لاول ما النار تخش، يعني النار كده عشان هي كانت ساقعه فهتسيح. انا حطيته في الفرن عالي من تحت. انا بدوق الملح بس في الفرن من تحت، اللهم صل على النبي. وبعد كده برفعه على الصاجة فوق، يعني اول ما يستوي الرز يشرب اللبن كده، برفعه على الصاجة من فوق. برضو ما بفتحش شواية، يعني برفعه على الصاجة من فوق، وهو بيتعمل كله مع بعض. ده بتنجان كنت قلياه. هو كانت الاكله دي عايزه سلطه بصراحه، بس انا البتنجان بقى كان عندي، قلت بقى حبه كده في التلاجة بدل ما يبوظوا. طب تعالوا بقى اما احمركوا و... واحنا بنحب البتنجان بقى، حر شتا اي حاجه احنا بنحب البتنجان. بس الاكله دي المفروض يعني معاها سلطه، في الحر ده معاها سلطه. بس ما علينا بقى كله ماشي. انا عامله الدقه دي في الفريزر. ده فلفل حامي ضرباه برضو في الكبه على توم، وبحيقها ملح وكمون. وما بطلعها بحط عليها الليمون، ما بحطش ليمون فيها يعني واحطها في الفريزر كده لا. اما بستعملها يعني زي البتنجان والحاجات دي، بحط ايه، ابدا عليها احط عليها الليمون زي دلوقتي كده. بس بدل ما يبوظوا في التلاجة ولا حاجة، انا كنت جايبة كيلو ودول فاضوا من الكيلو، فبدل ما يبوظوا ولا حاجة اعملهم بالمرة بقى. بس والله البتنجان مع اللحمة مع الرز مع كده كان طعمه جميل اوي، بالذات ان انت ما تكتريش الدقة، ما تكتريش فيها الملح. يعني بتحسي لما تملي وحدة البتنجان كده، تمليها دقة كده اللي هو الفلفل يعني والثوم، ما تبقاش حادقة ما تعرفيش تاكليها لا. تاكلي يعني تمسكي البتنجانة تاكليها كلها، مش من كتر الملح ما تاكلهاش كلها او تاكلي منها حتة. لا انا ما بحبش اكتر ولا الثوم ولا الملح. ادي الرز طلع اللي فوق الوش ده القشطة. انما اللي انا بحطه ده حطيت معلقتين سمنة بلدي تاني. صعب عليا اللي انا ما احطش يعني سمنة. انا بحب الاكل الدسم بصراحة. بص الرز مفلفل وعامل ازاي، وريحته بقى ما اقولكمش مع القشطه مع السمنه البلدي، حاجه كده. ما بحبش احط زيت بصراحه. الزيت بيفلفل وكده، بس هو مفلفل لوحده يعني، مش مستدعي ان انا احط زيت. وادي اللحمه انا شلتها من على النار اهي، حتى لسه بتبقبق اهي شويه. شلتها من على النار. وادي الرز انا هغرف معاكم برضه عشان تشوفوا. بصوا بقى اللحمه بقى فيها صوص كده، يعني مش ما نشفتهاش كده على النار ولا حاجه، بحيث برضو اللي ياكل منها ياكل بالعيش، عايز ياكل مع الرز كده يحط على الرز، ايه زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى الرز والله مفلفل وريحته بقى وطعمه، يعني مش قادره اقول لكم عامل ازاي. ولا لازق في الصينيه ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيته شويه على اللهم صل على النبي، على
يعني البوتاجاز من تحت على اعلى نار، انا ما عنديش تايمر. ورجعت بقى لما لقيته استوى وخلاص شرب اللبن، رحت رافعاه فوق على الصاجة. من الصاجة بقى هو بيحمر وش على طول، يعني هو بيرجع يحمر وشه منه فيه على طول. بس اطلع احط السمنة عليه، يا دوبك تسيح السمنة ويشربها واروح غرفة على طول. ما برجعوش، يعني ما برجعوش تاني كمان الفرن. اللحمة كانت ايه، عاملة زي الملبن كده ريحتها جميلة. بس بقى مع البتنجان مع الرز يعني والله اكل سهل وجميل كده وما وقفتش كتير في المطبخ برضو، يعتبر اللي انا برضو ما وقفتش كتير يعني. يعني وانا واقفه اللحمه سبتها على النار، عملت الرز، دخلته الفرن ورحت قعدت. لما استوى بقيت اجي بس اشق بس بحيث ان انا احط ايه، شق الميه على اللحمه وابص على الفرن برضو. الاكل ما خدش مننا كتير يعني. يا رب الاكل النهارده يكون عجبكم، وربنا يخليكم ليا في الكومنتات الجميله دي. وشكرا لكم قوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.